السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. هذا هو المنتخب اللي بغينا، هذا هي الهويه ديال المغرب، هادو هما النجوم ديال المغرب اللي يعني صراحه لعبوا اليوم كره، فرجونا متعونا. كنا شفنا واحد الحراره اللي ما كانش عندهم في الماتشات الجوج الاولى. هذا الماتش لقيناهم انهم لاعبين واحد نفس وما راضيينش داكشي اللي تحطوا فيه. صراحه كنأيد الجمهور اللي دار ضغط على اللاعبيه وجبدوا داكشي اللي عند اللاعبيه يعني تحط في الميدان. ربحنا ب 3-0، اهداف عالميه بدون نقاش، الاهداف ما نتكلموش عليهم، اهداف عالميه بدون نقاش. المدرب في الشوط الثاني الحمد لله دار حتى هو الموقف وما ارتكبش دوك الاخطاء اللي دار في الماتش ديال مالي وديال جزر القمر. دار تغييرات في المستوى، عرفش دوك اللاعبيه اللي النيفو ديالهم طاح صراحه. المنتخب هرب عليهم بزاف، ولاو هذوك اللاعبيه خص الانسان يكمل بهم الدوزيام ميطا الى احتاجت الضروره. اما التغييرات اللي دار اليوم صراحه تغييرات في المستوى مزيانه مقبوله. دفاع صراحه اليوم كان في مستوى مزيان الحمد لله والشكر لله. ادم ماسينا غطى مع نيف اكرد، واخا ما كانش شي كره عليهم يعني هذا النهار هذا، راه الدفاع والجول كانوا مساكن مرتاحين الحمد لله. الحمد لله انه اللاعبيه عطاو داكشي اللي في جهدهم. تاهلنا مصدرين المجموعه ب7 ديال النقاط. دابا غادي نعرفوا الخصم ديالنا المقبل ان شاء الله في الدور المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. الطريق تحلت للمغرب اللقب، نتمنى والله ما يضيعش منا بشي تفاهات او بشي تخربيق او بشي خطط اخرى ربما تخرج من الجن. وبالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي. وإلا قلتوا الزامبيين هاتوا المغرب، ها هو جا المغرب. أهداف عالمية وبدون نقاش الحمد لله والشكر لله. وتحياتي للمشاهدين الكرام، واللي وصلت لهنا يدير لنا متابعة، وشكرا للجميع.